إيه ده؟ الحاجات الحلوة دي كلها عشاني؟ إحنا أول ما عرفنا إنِك هتخرجي من المستشفى قررنا نفرحك أنا ونور. يا بختي بيكم، الحمد لله، فرحانة قوي والله. على فكرة بقى أنا اللي خططت وعملت كل ده لوحدي. نورة كانت قاعدة بتعمل لايفات وما عملتش معايا أي حاجة. يا سلام، أنا اللي طلع عيني وأنت كنت قاعد بتصور وخلاص. ما اتغيرتش يا نور. لا يا تيتا، أنا اتغيرت جدا والله. أنا بقيت نيو نور. طيب سمعلي كده بقى التلات حاجات اللي اتفقنا عليهم. بصي بقى يا ستي، أنا هجيلك أحكيلك كل حاجة في الأوضة، هسمعك كويس وانتي بتغنيلي، وهاكل كوسة. شاطر يا حبيب تيتا. يلا بقى بالمناسبة دي ناخد صورة كلنا مع بعض. هم؟ في إيه يا ريم؟ طمنيني. بصي، أنا مش عارفة أقول إيه ولا أبدأ كلامي منين. قولي وأنا هفهمك على طول. النهاردة حد بعتلي الصورتين دول. طب معلش، ده معناه إيه بالظبط؟ أصل أنا مش فاهمة حاجة. دي صور لمامتي. بس انتي قلتيلي قبل كده إن مامتك موظفة. هي فعلا موظفة الصبح، بس بالليل بتبيع خضار. ماما دي يا نورة كل حاجة في حياتي. هي أبويا وأمي وبتعمل المستحيل علشاني. طب انتي ليه خبيتي حاجة زي كده؟ علشان دايما حاسة إني أقل من اللي حواليا، اللي أهله شغالين موظفين بس، واللي عندهم عربية، واللي تليفوناتهم أحسن مني. شوفي كل دول بقى لو عرفوا إن مامتي بتبيع خضار هيبصولي إزاي؟ ولا هيتعاملوا معايا إزاي؟ يا ريم، الشغل مش عيب. طب اللي بعتلك الصور دي عايز ايه؟ مش عارفة، هو قال لي هبعتلك طلبات، لو ما نفذتيهاش الصور دي هتبقى على جروب المدرسة. أنا الصراحة مش عارفة نعمل ايه. أنا هقول لماما وهي تساعدنا. لا لا لا، أنا مش عاوزة حد يعرف غيرك. يا بنتي ما تقلقيش، دي ماما كأنها أنا بالظبط.